مرحبا واهلا وسهلا فيكم. معكم الشيف ادم مره ثانيه. عملت هذا الفيديو تعقيب على الفيديو اللي عملته الست دلال حناوي ونشرته على صفحتها وغلطت فيه كثير بحقي. وقالت شغلات مو منطقيه ومو صح بنوب. حبيت بس اصلحها بهالفيديو هذا ورد فيه على الست دلال حناوي. اولا يا ست دلال، حضرتك قلتي انه انا جيت تحت الهواء من سنه او سنتين او اللي هو، وطلبت منك انك تنشري لي الفيديو باليومي فود، او طلبت منك انك تعملي لايك لصفحتي. انا صفحتي عملتها صار لي شهرين بس، فما عندي صفحة كان من قبل. كان عندي بروفايلي الشخصي الوحيد اللي ما في ولا اسم مستعار، لا لافندر مثل ما حضرتك قلتي، لا هيما أو هيام مثل ما حضرتك كمان قلتي. هو بروفايلي وحيد صار له من 2009 لحد الآن قائم فيه. صفحتي الشخصية اللي على الفيسبوك صار لها شهرين. أول فيديو عملته هو بتاريخ 8/2 من هالسنة هاي، يعني الشهر الثاني. بوقتها كان الفيديو عبارة عن لما نزلت صورة لصحن الزيت والزعتر، وبوقتها عملت إنه مثل هيك فكاهة على جروب يامي فود إنه هي أنا طبختها. صارت الخلق تعلق إنه تضحك وكذا، فقالوا لي إنه بدنا فيديو على كيف أنت عملت الطبخة العجيبة. وعملت بوقتها فيديو بدون مونتاج لمدة دقيقتين، كان رفعته على الصفحة. كان ما في حدا يرفع فيديوهات على الصفحة إلا إذا كانت هادفة وطبخ وبس. شافته الأنسة تولين، شافت كومنتاتنا، قالت لي الفيديو كثير حلو على الكومنتات، وقالت انه اسفه ما بقدر بنشره. الصبايا قالوا لها انه يا ريت تنشري لنا اياه بدنا نشوف وكذا ونضحك شوي. وافقت على نشره 24 ساعه. آه وطبعا الانسة تولين صلاحيه غنى عن التعريف. هي صاحبه جروب يامي فود، وهي ارقى انسانه. آه اكيد مستحيل يعني تسمح اني انا طالع فيديو مسخره على اي شخص ثاني مين ما كان يكون. وكان هذا احد شروطها لما بعدين سمحت لي اني انشر فيديوهات ثانيه بجروب يامي فود وطلعني على الشهره بنقدر نقول. هي انه ما اقلد اي شخصيه، المحادثه موجوده لهلا وبقدر بطلعكم عليها لو حبيتوا. شغله ثانيه تهمتيني انه انا قللت ادب مع حضرتك او مع الصبايا اللي انتقدوني بالكومنتات. انا بعمري ما حدا اجى حكى معي من شان حضرتك غير بنتك اللي امبارح اجت علي بشكل هجومي بس راقي على الصفحه الشخصيه تبعتي. غير هيك ما حدا ابدا اجى انتقدني ولا حدا قال لي. وكنت اسمع انه انت عم تقلد مدام دلال قدام دلال، ما كنت افهم شو القصه. بالشهر الثاني لما عملت الفيديو صار فيه كثير طبله انه مدام دلال ومدام دلال. فتت على اليوتيوب بشوف فيديو لواحد عم يقلد مدام دلال اسمه لافندر، الاسم اللي حضرتك شفتيه. الاسم لافندر هو اسم قناة على اليوتيوب. اسم قناتي على اليوتيوب أنا آدم كات تي في. بتقدري تفوتي هلا على اليوتيوب، وهي هلا فيديو رح اترككم معه تشوفوا كيف أنا قناتي مو قناة اليوتيوب لافندر. هاي الفيديو مثل ما لكم شايفين على موقع اليوتيوب. اسم الفيديو تقليد مدام دلال حناوي. لا يفوتكم شاهدوه. بتقدروا اي حدا يكتب هالكلام على اليوتيوب بيشوف الفيديو مباشرة. تاريخ رافع 15 نوفمبر 2013، يعني قبل ما اعمل فيديو الزيت والزعتر بحوالي 6 اشهر. القناة اسمها لافندر سيريان اللي حكت عليها مدام دلال بالفيديو تبعها. لكني انا ادم من 9 شهور مثل ما لكم شايفين كاتب له تعليق يلعن ديبك. صرنا نضارب على بعض بالفيديوهات. بجنن اخوي الله يقويك. بيرد علي، خليني افتح التعليقات قدامكم. بيرد علي بيقول لي الفيديو يلي انت عملته بجنن على راسي، هذا دليل اختلاف الشخصين. برد عليه انا مرة تانية، تسلم لي يا غالي هاد من لطفك، وعبال ما نعمل شي فيديو انا وانت سوا. بيرد علي ما بيضحكوني غير اللي بيدافعوا عنا جدبان مثله. التعليق اللي تبعه اهم قلب، هذا مو تعليقي بنوب، وانا ما عملت له لايك على الكومنت تبعه لاني فيه اساءة لمدام دلال، وانا ما برضى حدا يسيء لها. بتقدروا تقروا هون بالكومنتات باسمه لافندر كيف عم يسب ويحكي كلام كبير عليها. شوفي افعالها بتعرفي ليش مكروهة هالغبية المغرورة اللي كاتبه لافندر. وهون في منا بحظيرة الحيوانات والمزارع. أنا آسف على إني عم أرجي الكومنتات، بس لازم تعرفوا الحقيقة إنه هذا شخص مختلف تماما. مدام دلال أنت غلطتي بحقي. تنزلي اعتذار رسمي باسمي آدم كادورة خلال 48 ساعة. مثل ما قدرتي تعملي فيديو خلال 3 ساعات
تنشري فيه عرضي على شيء عار عن الصحة، تاخدي صفات شخص ما احترمك تلزقيها باسمي أنا، شوهي سمعتي قدام ولاد مدينتي وبلدي. انت معروفة مين انت، انا معروف مين انا. رجاء لا تستفزيني، معك بس 48 ساعة تنزلي اعتذار، يا اما حتشوفي كيف تقمص الشخصيات حيصير. وشكرا كثير لك. شفنا كلياتنا الفيديو، شفنا انه قناة اللي عاملها لافندر اللي عاملها من اكثر من سنة، انا معلق له بتاريخ الشهر الثاني لما قلت له انه فيديو ناجح وضحكني بوقتها، وانا كنت بنفس اليوم شايف فيديو لست دلال وكان ضحكني، كان فكرته عادية، بس انا ما طلعت على الكومنتات. في بالكومنتات تبعت هالفيديو لو قدرتوا تشوفوه على اليوتيوب اللي لهلا موجود واليوم شيكت عليه لسه موجود، في مسبات كتير، كلام كتير كبير هو قايله بحق الست دلال. طبعا انا لما حكى معي وكتب لي كومنت فيه نوع من الاساءه لست دلال، انا ما جاوبت عليه، ما عملت له لايك وما حطيت له شيء ابدا، لاني انا برفض انه حدا يهين ست بمقام والدتي. وانا لما شبهك يا ست دلال بوالدتي واقول لك انت بمقام والدتي فهذا شيء عظيم، لاني انا ما حدا بيشبه والدتي. بتمنى الفيديو تبعك اللي عملتيه اليوم اسأتي فيه كثير لإلي، طلعتيني اني انا قليل ترباي، اني انا بغلط بحقك، اني انا بسب على بنات اجوا انتقدوني لاني عم اعمل فيديوهات اني عم اتمسخر فيها على حضرتك. هذا الشيء عار عن الصحة. انا بعمري ما حكيت مع صبية كلام كبير، اي صبية عندها محادثة معي اني انا عم احكي كلام كبير يا ريت تنزلها فورا وهلا، وانا اكيد رح انزل اعتذار رسمي لحضرتك. قلتي لي انه انا كمان جيت لعندك طلبت تعملي لي لايك على صفحتي، انا ماني حاكي معك بعمري، اذا في عندك محادثه او شيء يا ريت تنزليه مباشره، بعمري ما اخذت وعطيت معك ولا طلبت حدا يعمل لايك على صفحتي. وبرجع بذكر الانسه تولين صلاحيه ما بتقبل تنزل لي فيديوهات عندها على الجروب لو كنت عامل فيه اساءه ولو 1% لشخصك او لحضرتك. وطبعا الانسه تولين صلاحيه مره ثانيه بقول لك غنى عن التعريف من هي. الشغله الاخيره بحب انوه لك عليها، يا ريت اشوف بفيديو ثاني لك اعتذار رسمي لإلي، لانه انت غلطتي بحقي، وصفتيني نعتيني بقليل التربيه، نعتيني بالشخصيه المهزوزه، ونعتيني انه انا لازم صير رجال بكلامك الاخير اني انا عم البس حجاب لما اعمل الفيديو. لما البس حجاب واعمل الفيديو فانا عم بعمل شخصيه كوميديه، مثل اي مسلسل كوميدي تقدري تشوفي كثير منهم عم ياخذوا ادوار اكيد ما هي شخصيتهم الحقيقيه، مثلي انا كمان باخذ دور مو شخصيتي الحقيقيه، فهذا الشيء مختلف تماما. يا ريت تنزلي اعتذار عن الفيديو تبعك اللي عملتيه بحقي بعد ما فهمتك شو القصه. بطلب منك هالطلب، برجع بقول لك انت بمقام الست الوالده ما بغلط بحقك اكيد، ولا بقبل حدا يغلط بحقي. وتنويه اخير بحب اقول لك عليه، شوفي الكومنتات عندك على الفيديو اللي عملتيه، الناس عم توصفني بابشع الالفاظ وحضرتك ساكته وما عم تحكي معهم شيء. الناس اللي عندي اللي علقوا على البوست اللي كتبته اني حنزل فيديو الرد من الطبقة الراقية جدا اللي ما قبلوا يحكوا عليكي ووصفوك كثير بشغلات منيحة وكلام منيح، واكيد لو في اي حدا ممكن يغلط عليك انا بمسح الكومنت لاني بحترم شخصك. فبتمنى منك كمان تحترمي الاشخاص الثانيين، وقبل ما تنزلي اي شيء وتفضحي بالخلق يا ريت تتاكدي. شكرا كثير لك. انا